السلام عليكم. واضح جدا إنه الرأي العام السوداني بدأ يفك شفرة خداع الكيزان، والمزاج العام بقى ماشي في اتجاه السلام ووقف الحرب. الناس بقت واعية والأكاذيب والدعاية الرسمية قاعدة تنهار واحدة واحدة. أهلنا في جبال النوبة اللي اتقصفوا زمان بالأنتونوف والبراميل المتفجرة في عهد البشير، الليلة جيش البازنجر العنصري داير يستخدمهم دروع بشرية بنفس الطريقة العمل في الفاشر: حرق، تشريد، ودمار، والمتاجرة بدم الأطفال والنساء. وبالمناسبة، رفض شلة علي كرتي لدخول لجنة التحقيق الدولية ما دليل براءة، بل خوف من الحقيقة. لكن الحاجة المفرحة إنه الوعي زاد، خاصة وسط أهلنا في جبال النوبة وحراك أولادهم وبناتهم داخل وخارج السودان، بجانب حراك الإدارة الأهلية لحماية كادوغلي من مشروع جيش البازنجر الكيزاني القائم على التخريب والإبادة. دي خطوة كبيرة في طريق هزيمة جيش الحروب والمجازر. الليلة بنتكلم عن الفضيحة السياسية والعسكرية البقت واضحة لكل زول تابع القنوات الفضائية، خاصة لقاء قناة الجزيرة مع وزير الإعلام والاتصالات بدولة جنوب السودان. تصريحات عزت وعرت البرهان وجيش الكيزان وكشفت حقيقة حرب الكرامة المزعومة وأجندة القذرة. الوزير تحدث بوضوح عن اتفاق بعد هروب جيش البازنجر من هجليج يقضي بإنهاء سيطرة الجيش الكيزاني على الحقول النفطية، وبعدها شفنا توضيح الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس دكتور علاء الدين نقط، وشاهدنا الفريق عبد الرحيم دقلو داخل حقول هجليج مرسلا رسالة مباشرة للبرهان ولصوص البترول التاريخيين. الحاصل ده كشف أولويات القيادة العسكرية الكيزانية: النفط أولا والدم السوداني آخر القائمة. نفس الجيش اللي بيرفع شعار لا تفاوض، لا هدنة، لا اعتراف، فجأة أظهر مرونة عجيبة في ملف النفط. السؤال البسيط: إذا كان مستعد يتفاوض ويتنازل عشان البترول، ليه رافض التفاوض عشان إنقاذ ملايين الأرواح؟ قوات حكومة السودان تأسيس موقفها واضح، موقف سياسي وأخلاقي وإنساني. ظلت تمد أيديها للسلام وأعلنت هدنة إنسانية من طرف واحد، لأن قضيتها قضية شعب ووجعة وطن. لو فعلا بقى في اتفاق زي ما قال وزير الثقافة بجنوب السودان، يبقى اتفاق هجليج ما موضوع بسيط، هو صفعة قوية لخطاب الحسم العسكري، وفضيحة بتأكد إنه الجيش ده ما بيحارب من أجل الكرامة الطلسية، بل من أجل تمويل الحرب عبر النفط. خسارة حقل بترول بالنسبة لهم أخطر من خسارة آلاف أرواح السودانيين. هجليج كانت رمز سيادي عند نظام الكيزان، والتفاوض حولها في الخفاء بيثبت إنه نفس الجيش الباع حلايب وشلاتين والفشقة ما عنده مشكلة يبيع أي جزء من الوطن مقابل استمرار مصالحه. التفاوض ده كمان اعتراف ضمني بقوات الدعم السريع كقوة مؤثرة إقليميا رغم إنكار البرهان والكيزان العلني المستمر. الاتفاق عزز موقف الدعم السريع وحكومة تأسيس إقليميا ودوليا إذا كان فعلا في اتفاق، وأكد إنه الجيش بيرفض الهدنة الإنسانية لأنه شايفها هزيمة، بينما التفاوض النفطي ضرورة. الخلاصة يا جماعة واضحة: الأزمة السودانية وقود النفط وضحية الشعب. الجيش الكيزاني مستعد يتجاهل المجاعة والنزوح والموت لطالما شرايين المالية شغالة. هدفه الحقيقي ما إنهاء الحرب، بل إدارتها بما يضمن استمرارية شبكة مصالح الكيزان حتى لو كانت ثمن الوطن نفسه. وده ما جيش وطني، جيش فصل البلد واليوم بيتفاوض مع الجزء الفصله، وصامت بالصمت لأنه الفضيحة أكبر من أي تبرير، والإنكار المضحك من الفلنقايات ما بيغير الحقيقة. المستور انكشف والوعي انتصر.